السلام عليكم اعزائي التشاول جمال، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو انتقالات اللعيبه. فقبل ما نبدا الفيديو نصلي لايك والشير والسبسكرايب وتوحد الله وصلي على النبي عشان التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، ونقدر نوصل الفيديو ده لاي عدد من اللايكات. وما ننساش تفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. نبدا بزيزو اللي عامل ضغط كبير قوي على اداره نادي الزمالك، وكمان شفنا تعرض لمباراه بيراميدز. زيزو تعرض لاهانات جامده جدا. وكمان شفنا المباراه بعد المباراه ما خلصت، واحد قال له ما تروح الاهلي، قال له هروح بعد ما الماتش يخلص. فده بقى ممكن يكون تهديد، ممكن يكون اللاعب اتخنق من كتر الاهانات اللي اتعرض ليها، شتام بوالده وشتام ليه هو. فبجد اللاعب ما كانش له حل تاني ويطلع زهقه بيها الا لما يقول كلمه زي ديت. وكمان شفنا بعد ما خلصوا، وعشان الاهلي مش يخش في مفاوضات مع اللاعب، نشوف زيزو في الزمالك. اداره نادي الاهلي او ناس من النادي الاهلي قالوا له خلص نفسك لو عايز تيجي النادي الاهلي او هيروح الخليج. فحاليا الناس بتوع النادي الاهلي او الناس بتوع نادي الزمالك مش عارفين يشوف زيزو هو عايز منين ولا فين ولا هيروح منين. فبجد في خيله كبيره قوي على زيزو اللي خلاهم يلفوا حوالين نفسهم. وبجد انت بقالك فتره كبيره جدا بتحاول تمضي زيزو في العقد. فانت حاليا هو زهق وانت زهقت وابوه زهق وكل الجماهير الزمالك كلهم زهقوا من الموضوع دوت. الموضوع مش عايز يخلص، موضوع بقاله فتره كبيره قوي، خد ضجه كبيره قوي في الاعلام المصري كله. وبجد لغايه دلوقتي الموضوع مش عايز يخلص. فلا في حاجه غلط. وبعدين زيزو ممكن تشوفه في الاهلي، بس الاهلي مش هيخش في مضاد مع اللاعب ادام اللاعب على قوه نادي الزمالك. اللاعب ممكن يا اما يخش لو عايز زيزو بجد يخش في مفاوضات مع اللاعب في الصيف، او يخش معاه من دلوقتي لغايه الصيف بس في اعلانات سريه، دي لو هو عايز اللاعب. انما يخش في مفاوضات بقى واللاعب في الزمالك ونعمل خايله زي بتوع زمان ومش لا، هو زي الاهلي مش هيخش في الحته دي. وكمان شفنا بيراميدز برضه هيموت على اللاعب، والخليج كمان عايز اللاعب. يعني السعوديه والامارات بيقدموا عروض لزيزو، وطبعا شفنا السعوديه بتقدم له عروض قويه، وكانت مقدمه له قبل كده عرض ب5 و6 مليون يورو، بس الزمالك ما رضيش يبيعه. فبالتالي زيزو عنده عروض كتيره جدا يروحها الفتره الجايه. فده بجد اداره الزمالك لو ما قدرتش تخلص الموضوع ده في اسرع وقت ممكن بجد تشوف اللاعب بعد ما يخلص الفتره ديت يعلن اللي هو مضى في نادي تاني، لانه خلاص هو حاليا يقدر يمضي في اي نادي وهو حر وهو معلوش اي اجراء قانوني. فالكلام ده بقى رخم قوي. يعني الكلام في موضوع زيزو لغايه دلوقتي بقى رخم. يعني ايه اداره مش عارفه تمضي اللاعب لغايه دلوقتي، ولا انتوا عايزين تبيعوه ولا عايزين ولا عارفين تمضوه. فبقت حكايه اوفر، بقت حكايه لا تزهق بجد. فهقول لي ايه رايك في الكومنتات، هل زيزو هيمضي في الزمالك ولا هيروح اي فريق تاني؟ انا بالنسبه لي حاليا لو انتم مش عارفين توصلوا في حل مع اللاعب بيعوه احسن، استفادوا باي رقم جاي لكم منه، لان انتوا لو ما مضيتوهوش هيمشي السيف فري، فهيبقى خساره ليكم كبيره قوي. نخش على موسى التعمري او موسى التعمري اللي قالوا للاهلي عرض عليه 6 مليون يورو ومش عارف ايه والحكايه والروايه وصفح هناك والدنيا عماله تبوظ خالص. راح طالع مسؤول مقفل الصفقه دي كلها، قال لهم بصوا من الاخر الاهلي عمره ما هيعرض رقم زي ده لاي لاعب جاي النادي الاهلي. قال لك اقفلها من الاخر اقفلها. وقالوا ان الاهلي مش بتاع مبالغ زي ديت، واحنا مش بنعرض ارقام زي ديت على اي لاعب مهما كان حجمه. من الاخر الاهلي قال لك انا هقفل الصفقه ديت، او مش هقفل الصفقه بس هقفل الارقام العبيطه اللي عماله تتعمل اشاعات والهبل دوت. وقال لك الاهلي ما بيعرضش اي صفقات اي ارقام من ديت على اللعيبه عامه. وكمان بعديها عايزين نروح لمحمود بن تايج. محمود بن تايج اللي انا بجد انا كواحد اهلاوي انا بجد زعلت جدا الوقعه اللي هو وقع في ماتش بيراميدز. الوقعه دي جامده قوي، يعني الوقعه دي ممكن يعني توديه في مشاكل كبيره قوي، مش مشاكل لا يعني اصابات وحاجات كبيره قوي. بس الحمد لله محمود بن تايج قام بالسلامه وكل الحاجات سليمه 100%، ما حصلوش اي اصابات، ما حصلوش اي متضاعفات. فبجد الف سلامه للاعب والحمد لله اللي هو قام بالسلامه من وقعه زي ديت. وقعه كانت جامده جدا، وقعه كانت ممكن تجيب له شلل يعني. نخش على اللي بعديها محمد ربيعه. محمد ربيعه انا قلت لك في الفيديو اللي فات او اللي قبله اللي محمد ربيعه في مفاوضات جاده جدا مع نادي الزمالك، وبنسبه 75% ممكن يروح نادي الزمالك.
لا انا بقول لك اللي كل المفاوضات دي اتقفلت ازاي؟ الزمالك كان عايز اللاعب، بس في ناس قالت ان اللاعب ده ما يناسبش النادي الاهلي. الزمالك ما اعرفش ليه، هو لاعب جامد، هو كبير في السن بس هو جامد. فحاليا المفاوضات بتاعه محمد ربيعه مع نادي الزمالك اتقفلت، واللاعب خلاص مش رايح نادي الزمالك. انسى يا صاحبي. نخش بقى على الحركه الجريئه والجامده اللي عملها عمرو الجنايني وجمال العدل وكابتن احمد حسام ميدو، اللي انا بسميهم او الناس بتسميهم كتيبه الانقاذ. يعني ايه كتيبه الانقاذ؟ الناس اللي كنتم تتطوعوا لانقاذ نادي الزمالك من الازمه اللي هو فيها طبعا. بس ايه اللي حصل؟ دول المتطوعين بيحاولوا جاهدين انقاذ نادي الزمالك، وهم اللي بيتكلموا في الصفقات، وهم اللي بيروحوا ويجوا مش عارف ايه عشان ينقذوا نادي الزمالك من الوعي اللي هو فيها. ودي مهمه صعبه قوي الفتره دي، بس مش مستحيله، بس هي صعبه، لان الزمالك حاليا مش عارف واقع قوي. وكمان هم قالوا هيحاولوا على الزمالك الفتره الجايه يخلوه فريق قوي جدا ويقدر ينافس في كل البطولات ويمضي زي الاكس فيها. منافسه، حركه صعبه جدا وتصريح صعب قوي، بس مش مستحيل. الناس دي تقدر تعمل الصفقه، تقدر يعمل الحاجات ديت. انا كواحد اهلاوي هتقول لي انت عايز الزمالك يضل واقع ولا يقوم؟ لا، هقول لك الزمالك، انا نفسي كواحد اهلاوي الزمالك يقوم. ليه الزمالك يقوم؟ عشان يبقى عندك دوري، يبقى فيه منافسه. الدوري انت بالنسبه لك اهلي وزمالك، بيراميدز بقى، الاسماعيلي، مودرن، كل دول ماشي، بس الاهلي الدوري ايه؟ اهلي وزمالك. اما الاهلي والزمالك بيبقوا فايقين قوي بتلاقي الدوري قوي، فاهمني؟ وبتلاقي كمان منتخب، يعني بيترتب عليه حاجات كتيره قوي. بس انا واحد من الناس نفسي يبقى الاهلي والزمالك فايقين، حتى لما يبقى في ماتش كلاسيكو بيوصل للقمه، واصل لقمه المتعه اللي انت ممكن تتخيلها وتوصلها من الفريقين. فانا بالنسبه لي نفسي الزمالك يكون فايق عشان الدوري يسخن كده والدوري يحمى تاني، ونشوف منافسه كبيره قوي بين الاهلي والزمالك اول وتاني والحاجات دي اللي احنا كنا بنشوفها زمان. فبكده يبقى خلصنا الفيديو. ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، وتقول لي ايه رايك في المحتوى الجديد اللي انا عامله بدل ما التحليل بقى خالص انتقالات ومش عارف ايه. فانت قول لي ايه رايك في الكومنتات، مستني رايكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واحد الله وتصلي على النبي. مش التحدي بتاعنا 1000 متابعه بنهايه السنه، وننزل الفيديو ده لاي عدد من اللايكات، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. والسلام.